عشان نساعد أبوي. بده عملية وبده يروح على الشام. مشان أطلع مصروف. بعدين خدتي من جاخوش خدتي لينا ما حطها مدرسة وتشتري مدرسة شو خدتي. والله عم أتعب بالشغل وعمري ما أعمر شغل. عملت 9 سنين عاد أشتغل على البسطة. تعبان جو قرمة. أنا قاعد أشتغل عشان مصروف بالبيت عشان أعيش. هوني تعب وما في درس. مدرسة مفيدة جيكاي. أهلنا بحاجة ونشتغل. قرأت أساعد أهلي بالمساعدة. أجيب خضرة بس للبيت. الحين أنا متعبان شغل مشغول على كل سنة. المدرسة أحسن. من الشغل على البيت من البيت على الشغل. أجمع حق طقم. حق طقم؟ طقم شو مشان شو؟ نلبسه على العيد. شخوكي رخصنا سر گوری کارو خباته گم چوپینن هموم جارن گریدای زاروکایی یک جوان جارانجی کارکرنا زاروکایی یعنی براستی جی ایرو رو بینن کارکرنا زاروکا الهرم ما بشكل كي بر بلاويه راست ام دبجن روشن ابوري مالبات زحمت هن راست بجن ايرو رو هركس كتي روشكي كوچبريه دراس الشركي ايرو سرما هي حصاركي هي جو ام بجن مثلا انه زاروك بلج انج كاركرنير لما ناي معناه جو يعني جرك اجباري زاروك مثلا هر كاربك بس ايرو بين زاروك صناعه عاد كاردك تسوكا خضرا دكاتكن يعني راجل حملك زيدي حمله انه بدن اخو جبوي كيجي مثلا جرك ام بجن ايرو رو همه جهات معني باراسنا زاروكان يعني ام بيجي لسر ما في زاروكان سكن جوفي ظاهري بدن سكنادم مرحبا زورا. دلوقتي كاري بك شو بتشتغل هون؟ أجي قطعة بالمسؤولة وأجي أبوش جيبين. شان صالي؟ هي؟ شان صالي؟ كم صار الفرق؟ عمريتها شان صالة؟ شارتس. 14 سال. كان جبت فيكاري؟ مو صالة. صالك يعني تصير 10 سالي تبلي فيكاري بوي. أي. شو ما تهات فيكاري؟ ما هاد. هي كيش ترى بهرة؟ شيء لا تسكينه قطعة. بدي شي تبستاني؟ إيه؟ بتروح على المدرسة؟ أريد. بري. ونها؟ لا. شو ما؟ لا خش. خلك بظروف اقتصادية زحمة بيدرن اسلوب حياة النه فرد سروان كرنا انه دبيش خور شراكي بكن خدي بكن يعني منفعتها خد خندنا نما دينا مع انه دلهم سرفي يجو غريب يجو ناس ناكم شغيله منها في صالك بامنه بس دلهم سرفي يجبر ميزاني باكيري خندنا خبيجو مستقبله ويجي نذكر بس للاسف بالا يسر صنعت بيترج بو استفاده بك يجبر خد مالا خو خدي بك غير كاردك؟ بالكاد. شو ما تكاردك؟ شلون؟ لأنه أنا تيتا شغل قالوا أنا بو عم بعلمه. شو ما تناكشي مدرسة؟ أصدقهم. قالوا حتى مدرسة دي سبب نهكت مصفيت شرادة إذا دي سان مدرسة سبب إذا صناعة بسكن تيتا مدرسة دي. مدرسة. صناعة خوشين مدرسة. مدرسة خوان دنجي كذا بعلمهم صناعة. مدرسة خوش ده. تعبة شغل برنا؟ إيه؟ أجباري لا ما تعب. بيتعب شنو؟ أفكار باشان خوندن. ها؟ جالس حش خندنتكم حصيناعاتكم. أكثر شيء حش مدرستكم. أنا صار قديم مدرسة بابا وهذا صناعة بسكن. مخوخ الصناعة.
شما لو ما شما مخواخ الصناعة دي جبل بواز ببم أحسن معلم بو سيارة بابا خوشي كيك زان تشيكم وسيارة عالمية. راتبتها هاي البر 5000 حد أسبوع 5000. تشجريتك يا راتب أو راتب تشجريتك أو برا اما ددم تشتري مالي تقدم اما ددم اويكو زيادة ما ددم جاخوا برای خود ددم جاخوش خود دهلینه ما حتی مدرسه بود تشتري مدرسه شو خود بكرم. خاصة هذه اش گزارات دیدو جیم چه بو یا سال کدوم چه بو آولو یا دیدو جیم چه بو یا سال کدوم چه بو شنو يا دروج يا صالك یا دیدوش چه بویه اسكتم صناعة يا صالك چه بویه آولو يعني تمزاني خاصة لا من جان من نقطة از بيجم 2 ساله از 2 سال كتيبه از بيجم تنها كم صالي عمري ما 10 ساله يعني هش صالي هذه الصناعة لا وقت عمري مبوده فان اسكتم صناعة عمري مبوده كتم صناعة هذا هاوي سبيم چون صناعة مديت لاوكيتا زياد جيلور كاردك افت اشتيات تشاود بينيش بو چون دشينم كار يعني تهي دراستي لايمد مدرسة دا يدخوينه مدرسة كردي دا يدخوينه تهي عطلة شي بوسيمة هي اما قوشيتر الشارع يمين ودركب وهر ورو سيارة هن بلاش قرطي كف صنعات ده هم جوي خوشي بوهر وهم بعلم صنعات جي وهم يخويا بكيفاوي صنعات ارتيج مدرسة ارتي يعني قور قوي خاص مويشان مويداني باها فالكي خو شعبي مالي يعني موجود بكاري جرام بيناك سراجي قطناك والحمد لله مرتاح مع الميجي راضي انا وقتي جو مرو زارو كابشين اشبو خاطري جو هم جوي خو بغهرن وهم چتر الشارع بمين جوار چتر الصناعه چتر الشارع بس وقتي مرو ابشين اشبو مثلا ماديته قلنا يعني دوي زارو كي دمري نهيم چوكانيا خودت مسؤوليه دافي سر يعني انا يم يخستي صناعه دم قلتي حتى يعني معاشي جو بدو تشتري تشبك جيبك از العقلي لا خدنا رمكا عقلي حتى كشان درجه دكشينه فابراي تشبك جي شخور هلتي نجبو مدرسه انا يعني مثلا ما تشاوي زاروك انا هنك جي هنا زاروك شارعت بينم شكر بوارن وبسكويت بوارن وبرويرو كيتقارن افت الشاش يعني يرو افزاروك عمري 10 ساله توي دخستي ما في حمل جبوشتر 20 حصاري بين افت الشاش يعني يا زاروك انين يا قوانيش شعبي وزاروك يو بالون ب15 بالون ب15 بالون ب15 بالون ب15 مرحبا هلا شو اسمك؟ احمد احمد ايش قد عمرك؟ 12 ايش عم تعمل هون؟ والله جاء ابيع بالون اساعد اهلي. ما في حدا غيرك يشتغل؟ لا والله بس أنا. احمد كيف شغلك؟ ما عم تتعب بالشغل؟ يصير عندك مجال تلعب؟ والله عم اتعب بالشغل وعمري ما عمر شغل. شايفي قاعدين نشتغل بالون. احمد انتوا كم حدا بالبيت؟ 6. مين عم يعيشكم؟ انا وابوي. انت اكبر واحد؟ لا انا اصغر واحد. طيب ما قلت لابوك ما بدي اروح على الشغل انا عمري صغير؟ قلت له والله. شو قلت له؟ قلت له انا عمري صغير ما عمري شغل. احمد انت كل يوم عم تطلع؟ ايه والله. كل يوم عم تطلع على الشغل؟ كل يوم. ما في عندك عطلة؟ لا والله كل يوم اطلع. ليش؟ عشان اعيش اهلي. احمد في شيء حابب تقوله؟ ايه والله. احب اقول للمدارس كويسات كمان بكره بس نكبر نصير دكاترة وناخذ شهادات تفيد يعني المدرسة. بالون ب15 بالون ب15 بالون ب15 بالون ب15 عبد الرحمن بوازن محمد. والله عم بشتغل والله عم نتعب بالشغل ما نرجع للعصريات والله نروح على البيت من خلص اكل
من الشغل على البيت، من البيت على الشغل. والله كان حلمي أكون مهندس. مبسوط بالشغل ولا لا؟ لا والله. ليش؟ ما أحب الشغل. ها؟ ما أحب الشغل. ليش؟ مو أحب الشغل. والله قلت له صغير بس انا كمان مضطر لازم شغيل يعني عشان يساعدني. طيب هلا من جهه هن يعني بيتعلموا مصلحه يعني كمان بيساعدوا اهاليهم. من جهه ثانيه يعني بس يكبروا اذا الواحد مو متعلم مو دارس كمان بيأثر على نفسيته شوي. مرحبا، كيفك؟ شو اسمك؟ جميل. جميل. جميل، تشتغل هون؟ شو تشتغل؟ ميكانيكي. ايش قد عمرك جميل؟ ايش قد عمرك؟ 8. 8. عم بتروح على المدرسة؟ لا. ليش؟ ليه؟ ليش؟ مع مروة الصناعة. أهلك بعتوك؟ ليش؟ شو قالوا؟ قال يشتغل. ليش؟ ما بعرف. تاخذ راتب؟ ايش قد راتبك؟ 20,000. بس 20,000؟ شو تعمل بالراتب؟ جمعت. طيب المدرسة حلوة ولا هون؟ المدرسة. ليش؟ المدرسة لأنه طيبة. وهون ليش مو حلو؟ هون تعب وما في درس. بتحب الدرس؟ طيب إذا قالوا لك ناخدك على المدرسة أو هون، لوين بتروح؟ المدرسة. الصبح رحنا على الصناعة، شفنا جميل كمان كان يعني هنيك، فكرته تيشتغل، يعني انتوا ليش بعتينه؟ والله بصراحة جميل نحن بعتناه مع جده بس مشان ينضب من الشوارع لأنه أبداً مو عاقل 24 ساعة في الشوارع، قلنا تيروح مع جده أحسن من اللي يكون في الشوارع. طيب شو رأيك بهالشي؟ يعني منيح له يروح على الصناعة بهالعمر؟ والله هو مو منيح بس نبعته نقول بس مشان ينضب من الشارع، وهو مو يروح يشتغل بس عند جده إنه تحت عيونه بس مو إنه يشتغل. طيب سؤال مشان جميل، مثلا في كتير أشياء بديلة، مثلا بديلة عن الصناعة، مثلا تبعتوا على الدورات، على الموسيقى، على المسرح، في كتير دورات ينفتحوا مثلا. جربتوا تبعتوا على دورات تانية صيفية مثلا بعطلة المدرسة بدل الصناعة؟ والله ما جربنا بصراحة، ومو نأمن يعني نبعته لكل محل مشان هيك والله. طيب في أماكن آمنة، يعني في مؤسسات تسلموا الطفل على المؤسسات، مثلا المركز الثقافي يستقبل الأطفال، في دورات موسيقى، في دورات رسم، في دورات مسرح، يعني لمواهب الأطفال يطوروا مواهبهم، كمان يتعلموا هالشيء. هالشيء كمان تعليم، والصناعة كمان تعليم. أي واحد أفضل برأيك؟ أيام لك كانوا يروحوا على المدرسة بصراحة يعني على الأغلب كان تبعتنا على الدورات يعني المدرسة ما كانوا يروحوا مثل العادة، كان اعتمادا على الدورات. بس بعد لسكرت المدارس يعني ما بعرف راسا بعتناه لعند جده، قلنا خلي يعني يضل هونيك يعني تحت المراقبة هم جده، هم يعني إنه يتعلم له صنعة، إذا ما درس أقل شيء يكسب صنعة. الأطفال اللي هلا عم يشتغلوا بهالعمر مع تقدم العمر، هالشي رح يأثر عليهم على صحتهم برأيك؟
والله اكيد تيأثر على صحتهم، لانه هن صغار يبلشوا من هلا يعني يشيلوا مسؤوليه اجباري على الكبر تيبين عليهم. يعني شلون الولد يبقى هو صغير عم تحكين معه تقولين بلكي زلمه، يعني هذا كمان يعني يضيع الطفوله تبعه، يعني مو تحسيه انه صغير. عمریم 14 ساله ویده که مکانیک شغلن مکانیک شغلن وجا زحمتیات بینن دنیا گرمه همجی زحمتی بینم همجی هم خوشی بینن هم دعمنا صنعات هم سعادة صناعات شغل بيزن ناقص هذا ویده که ما قدن حتی مدرسان و بیدیسه چما دبستان آخون تتخوازي وري بكاريان مالبات اشتركوا ورا؟ نا مقو دواجي مقو زي أطلام ليا مدرسية شخوا علم الصناعات حتى مدرسان بابي هذه دي سجمة المدرسة. مدرسة خوشيان جي أفكار؟ مدرسة مفيدة جي كاري. شما؟ نا نقول لك يخوندن جي نهاكي هري مثلا هاي دبرك النزاني بيبخوني. نقول لك صناعات هم نقول لك الزاني بخوني هم هري سوق الجبوتون دانا بي. تلف در صناعش خورد علم کار هر یکی هویت خواه هر یکی کاری که خواه هر یکی تشتکی دخوازه به علمه و هم نکو گنی زور کو گیا او بک نجبر بک نبود نوت کار فلان کاری بک ای تی صناعه ده علمه ای مجبور تی صناعه جبو پرات یعنی معیشت چتنه بخواه نباش یعنی خواندنی وانا بخوینه کاری که قشوی باشتر سکه حتی کاری هم بزرگ کرد جمعش دی بیجن اما کاری که قشوی باشتر سکه مصلحت قشوی باشتر سکه يعني ابو نات مصلحه نات صناعته شحم وزيت ونفس الوقت هي تبي اسكب علم بي كوري اسكب شغلهم يعني افكار نابخو ام برزوروكا دعلمين شو برزوروكا كواز يعني الدركم از محركه بعدك موتور ديدنم از جامعينم دردكم كوري جراندكم قبل ناكن كوري جراند كاري سفك دكن يواش يواش امتين فكري بي دعلمين يواش وقت شو انساني كده بيت بس كموزيكي برب علمينم تنبوري برب علمينم اب يواش ايش فكره يواش دعلمن أنا كما دس بحملة بلافكرنا قانوني كريم للسر كومينا للسر دكانان لأنبيجن لحمو جهن معني ينجو إيرورو مثلا تعديل زاروكات كن دزدريجيل زاروكات كن يعني أنبيجن روشها زاروكا ددل خراكرن شخاف كاركرنا زاروكا براسيجي يعني دمن بيش للسر بسيكولوجيا وان جي باندورة كي نريني بر خورد دكم جبرگو افزارك انا ببن دمكي عمري جوج كار بكن ويتشاغي ايجا شعبي واش كاردش که يعني براسيجي چه دبي بسيكولوجيا وانا خراد بش خوندنا خو قد بنش حوالي خو قد بن جيانا خوي زاروكاتي زوب قد بن جبو يكيجي امو كي رخص ناسترك انا ام مدس بحمليه بلافكرنا قانون السر كومينا او السر حردري داي بلافكرن ادنجي پرورده هندري كومينا دو ور داين السر مالباتا داغو مالبات روشا زاري خل برچ عبار درباس بكن يعني ايرو رو زاري خو نخن في خطريه راس روشا كي ابوري ام بيج ضعيف هي لما ناي معنا جوز جيانا زاروكا خو ضابكم جبوينا حملايه توعوي انا مدس بيدكن جبوغو انه ام بيج يعني جبرغو غافا انه اساسي مالباته هجر مالبات بي تشتري البربكره وكي تجي مثلا كسك نكارج دربه وزاروكا استغلال بكن هم استنى هاك هركرنا زاروكا زيادة بلا كوي الهرمي يعني عم تشين هر دريد بينن زاروكا تمام بتشوف كاردكن او مش مالباتا جيتو برسن هنجتا مالباتا كو زاروكا ما امن كارم بشين جيه
پەروەردەهی ji ber ku biperane û cem we jî ez bawerim bi belaşe yani wek çi çalakî û çi çalakî belaş û ji ku zaroka vedikin taybet di navbera havînê de شخوا ev zarokê me got dema diçin karê ev sîna awan dikin rastî em jî pir dêşin yani zarokekî 7 salî heya 10 salî 12 salî wê çawa vî karî bike yani em dixwazin vî zarokê hinekî fêrî van tiştê bikin helbet ne bêjin ne bajarê Qamişlotenê li ser asla Bakur Rojhilatê Sûrî navendê me çand û ner hin em bêjin tevgera Hilala Zêrîn û tev çand helbet her tişt heyî resim heyî fêr dikin milê amûra mûzîk çi amûrê bixwazin di milê şano de di milê sînema de yani ev ji terbêjim derî her kesî vekiriye em bihêvîne ev dayîk û bav xwedî van zaroka derkevin heya kengî bijî em ê xwedî van zaroka derkevin yani saziyê me tu peraş kesî nagire xwe erkekî me got em perwerda bidin van zaroka ji bo çi yani ji ber niha hûn dibînin meselen zarokê me piştî dibistan xelas dibin dikevin valayiyekê de ji ber wê jî em dixwazin hinekî em xwedî van zaroka derkevin got valayiyê nemînin tiştekî xerab jî fêr nebin helbet em vê derê tiştekî biro tu bêje em peraş kesî nastînin ji bo wê jî em bihêvîne yani ew kes ê got niha dengê me diçe her kesî çi dayîk çi bav çand û huner ji her kesî vekiriye û helbet bê pereye û çi bixwazin em ê hazir bin û carek di jî taybet ev zarokê me şîrînok em dixwazin em xwedî li wan derkevin bi debistana bi kargeha bi got ev zarokê me pêşeroja me ye û çi tiştê got pêşiya me çê bibe em ê xwedî li wan derkevin